لو ولادك بيحبوه وبتشتريه من بره ومش ضامنه نظافته، يبقى تعالى اقول لكم عملناه النهارده في البيت ازاي بطريقه سهله جدا، من غير ورق فويل، من غير استرتش، من غير فرهده كتير. وفي نفس الوقت عملناه بمنتهى النظافه والجمال، حقيقي احلى وانضف واطعم من بتاع المصانع بكتير. عملته النهارده في البيت بكل سهوله. وعملت بقى كده للفطار، عملته كده على البيض بطريقه حلوه قوي وطعمه فعلا تحفه. او لسندوتشات المدرسه كده بالشكل ده. اول حاجه انا مجهزه كده كيلو من صدور الفراخ، قطع بانيه او قطع مش هتفرق لان احنا كده كده هنفرمه. توم وقرن فلفل برضو، كوبايه نشا. انا هحط 4 بيضات لان البيض ده صغير. لو البيض بتاعك كبير حطي 3 بيضات بس، ما تكتريش البيض برضو. التوابل: ملح، بهارات مشكله، فلفل اسود، كمون، بابريكا مدخنه، توم باودر وبصل باودر، بهارات فراخ، كل حاجه كده نص معلقه. وهحط برضو معلقه بيكنج باودر، كوبايه نشا برضو. هفرم بقى اول حاجه كده الثوم والفلفل. هنزل بقى كده بالفراخ على الثوم على الفلفل الاحمر، وابدا افرم كله كده في الكبه. حابه برضه اوريكم ده الهوت دوج اللي انا كنت عاملاه. دول اخر حاجه معايا، بس طبعا احنا داخل علينا بقى دخلة المدارس، فلازم اعمل كده عشان برضه السندوتشات المدارس بتاع ولادي. هنزل بقى كده بالتوابل، هنزل كده بالبيض. هفرم ده كله بقى، وانزل بقى كده بالكوبايه النشا. بسم الله. كده فرمته بالشكل ده. هبدأ بقى كده اخد نص الكميه. خدت كده نص الكميه، بصي هي قد ايه متماسكه معايا. معايا بقى الوان الطعام اللي هي دي. هنزل كده بنقطتين لون احمر. حابه تستغني عن الخطوه دي مفيش اي مشكله، بس برضو عشان الولاد يحسوا ان هو زي بتاع بره كده. هبدأ بقى اشكله. انا دهنت الكيس ده دهنة زيت خفيفة خالص، ودهنت برضو الصينية اللي انا هشتغل فيها. لو انت حابة تستغني عن خطوة اللون دي ما تحطهاش خالص، مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى كده اشكل. هاخد بالمعلقة عشان يبقى كله حجم واحد، واعمل الكيس كده. وبعد كده ابدأ بقى كده بظهر السكينة، مش بالناحية دي عشان الكيس ما يتقطعش. انا عارفه ان هو شكله مش زي بتاع بره، بس انا عايزه اقول لكم ان الطعم احلى بكتير. ولو حسبناها هنلاقيه برضو اوفر من الجبنه واللانشون والحاجات المصنعات اللي احنا بنشتريها من بره. انا بعمله كده وبعدين اقوم جايه عامله كده بالسكينه، واقوم قلبه الكيس عشان بصوا الحته دي تتسوى برضو. كده بحاول ان انا اعمله كده برضو عشان اسوي الصابع. هعمل برضو معاكم اللي هو اللي محطوط عليه لون ده. كده بقى شكلت السوسيس اهو. احط بقى الصينيه دي كده عليها، واسيبه بقى يستوي على البخار واغطيه كده. بس هسيب حته كده للبخار يطلع عشان برضو السوسيس كده ما يعرقش من على الوش، واسيبه يستوي لمده ربع ساعه بالظبط. كده خلاص الهوت دوج خلاص استوى معايا. سبت ربع ساعه بس على البوتاجاز زي ما قلت لكم. سويته كده على بخار الميه. ما شاء الله متماسك وجميل، وطريقته حلوه قوي واحلى من بتاع المصانع بكتير. جربوه بقى لولادكم كده لسندوتشات المدرسه، وحقيقي مش هتندموا لان فعلا طريقته حلوه وطريقته سهله وطعمه حلو قوي. احطه بقى كده في علبه. انا حاطه في ارضيه العلبه كيس بلاستيك زي ده كده، اي كيس تلاجة عادي، اي كيس تلاجة عندك. حطيته كده في علبه اهي، واغطيه بقى واحطه في الفريزر لان هو طبعا ما فيهوش مواد حافظه. فما ينفعش ان احنا لو انت هتعملي كميه كبيره مش هينفع ان انت تحطيها على رف التلاجة. كده بقى خلصت وصفتي النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبتكم بقى الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.